زنزانة الموت. أنا الشاهد على إعدام الدكتور عدنان البرش. أنا أحمد شكورة، مهندس قادته أقداره ليكون صحفيا، ثم أسيرا لدى الاحتلال يحمل مهنته خلف القضبان كوثيقة اتهام. في ديسمبر من عام 2023 بدأت رحلتي إلى الجحيم في معتقلات الأسر سديت مان والجلمة. رأيت كيف تسحب الإنسانية ببطء، حرمان من النوم، تجويع متعمد، وابتزاز بالقتل. وثقت بعيني دفن شاب حيا في قبر ضيق لابتزازه بأطفاله، لكن الموت الحقيقي رأيته في سجن عوفر. يوم الجمعة 20 من إبريل لعام 2024 رأيت الطبيب عدنان البرش يسحل في ممر التعذيب مقيدا بطريقة مذلة، رأسه بين قدميه. سأله السجان بوقاحة: أنت الطبيب؟ ثم بدأ الحفل الأسود، ضرب مبرح داخل العيادة وعند بوابة القسم. دفعه سجان بقدمه فارتطم رأسه بالحديد. سقط الدكتور أمامنا، توقف نبضه، وسمعت صفارة الموت تدوي في الممرات. رحل طبيب غزة شاحبا جائعا ومقتولا تحت التعذيب. خرجت أنا من السجن أحمل آثار الأصفاد في معصمي وصور الشهداء في ذاكرتي، أروي هذه الشهادة ليعلم العالم أن السجون ليست جدرانا، بل منظومة لقتل الحقيقة قبل الإنسان. أنا الشاهد وهذا ما رأيت.